تكنولوجيا المعلومات المكافآت سابقا، وفي عملية توثيق وأرشفة ل 145 سنة لجريدة الأهرام، وكل إصدارات الأهرام كان ليها حوالي 22 إصدار مجلة يعني، ومش جريدة الأهرام بس، تقريبا كل الصحف القومية الجمهورية الأخبار والأهرام نفسه والنوى الإسلامي. كان لنا إصدارة فرنسية اسمها الإبدو، النهارده بتتعمل إلكتروني لكن كانت ورق إلكتروني. في كمان الويكي ودي النسخة الإنجليزي للأهرام، كان في طبعة عربية ودي بيتم طبعها في الإمارات ولبنان والسعودية بحيث إن الأهرام توصل لكل دول العالم العربي. يعني النهارده بيتعمل ده الكتروني، طبعا عربيه دخلت في الاهرام اليومي. هنا مثلا دي الجريده الرسميه بتاع الدستور المصري، برضو معموله جريده السياسه، هي مش تبع الاهرام لكن بما انها جريده قديمه وليها تاريخ. وروزا اليوسف، روزا اليوسف العدد يعني كل اعداد روزا اليوسف. مجله الكشكول دي كانت فتره معينه كانت في مصر. اخبار اليوم برضو نفس الكلام، يعني كل مجلداتها. مجله الكشكول زي الجريده الرسميه دي كانت معروفه الجمهوريه العربيه المتحده اللي هي مصر وسوريا طبعا، كان كل حاجه خاصه بالدستور وقرارات رئاسه الجمهوريه في مصر والعالم سوريا، يعني هي كانت كده يعني فتره. هنا دي مثلا فتره الجمهوريه عبد الناصر يذيع اسرار خطيره طبعا قبل التأميم وبعد الثوره والكلام ده. في حاجات طبعا الكتاب بتوعنا الجمال موسى صبري الله يرحمه كان ليه عمود مهم جدا، المرأة لن تتحول إلى رجل، يعني عمود يعني محترم. فنانين يعني مثلا في خبر يضحك، سيدة إنجليزية تأكل 100 سيجارة يوميا، يعني بيعتبر من التدخين أكل يعني فيها تهريج شوية. في محسن محمد، في طبعا كتاب كتير يعني. هنا دايما صفحة الأهرام كانت القديمة بتتكلم عن العالم كله مش مصر بس، فنلندا والهند مثلا، فرنسا في لبنان، الفقه في روسيا، خطبه وزير انقره. يعني دايما الصفحه الاولى كانت الاهرام عن الاخبار الدوليه، بعد كده حوادث اللي هي الاخبار المحليه في مصر مع بعض المقالات. انا مثلا كاتب ايه رمزات العماد، يعني دي مقاله لاحد الصحفيين. المحكمه مثلا الاربعاء 1 مارس سنه 1922 يعني زمن. فهنا مثلا عاملين صفحه للمحكمه وجمعيه فتاه مصر، جمعيه مصر الفتاه. حتى جميل السينما والمسرح، شمشون ودليله طبعا، حديقه الازبكيه، كل ده كان مسرح وشيء جميل جدا سنه 22. اعلانات عن كل حاجه خاصه بالسجاير بالخمور، مش يعني كل ده كان النهارده ممكن ما تلاقيش مباح يعني. كل حاجه تقريبا كانت تلغرافات، وسط تلغراف خاص بقرب اليونان، حوادث جنوب افريقيا اللي هي جايه من المراسلين بتوعنا في الدول دي. هناك بيبعتوا لنا كل الحوادث اللي حصلت في دول العالم كلها. فتاة الغاء، حتى بعض الاخبار البسيطه لكن هو بيرى انها بقالها النهارده منزل. لو انا حتى في فتره معينه هتلاقيه يعني. سوق القطن طبعا، القطن كان عندنا في مصر من الزراعات الاستراتيجيه، وكان ليه اخبار، والبورصه بتاعت القطن ليها اسعار وناس تفلس يعني. طبعا النهارده ده زمن احنا بنتحسر عليه. حتى البورصه المصريه كان ليها